السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. الإعلان بتاعنا النهارده عن عربية هيونداي نيو أكسنت ار بي موديل 2017. العربية ميد لاين الفئة الثانية. العربية فابريكا بره وجوه، فيها بعض الأجزاء من بره مرشوشة للتجميل فقط لا غير. العربيه النهارده معانا تعتبر الفئه الثانيه، طاره مالتي، فتحه سقف. ايه كمالياتها، ايه مواصفاتها، ايه بياناتها، هنعرف كل حاجه عن العربيه. بس قبل ما نفتح العربيه ونشوف صالونها ونشوف شنطتها ونشوف الحوضه بتاعها او اوضه الموتور بتاعتها، هناخد بصه سريعه على العربيه من بره ونعرف بعض المعلومات السريعه. العربيه النهارده معانا 4 سلندر 1600 سي سي، 125 حصان، عزم اقصى الدوران 156 نيوتن، في تيس 4 سرعات. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 11.1 ثانية. السرعة القصوى بتاعت العربية 185 كيلو. استهلاك البنزين بتاعها في ال 100 كيلو، العربية بتستهلك في ال 100 كيلو 6.4 لتر. استهلاك كويس جدا مع تسارع مع العربية. العربية تعدي معانا 1600 سيدان. طول العربية 4370 ملم طول العربية. عرض العربية معانا 1450 ملم. ارتفاع العربية من مستوى الأرض لغاية السقف 2570 ملم. خدنا المعلومات سريعة عن العربية وشوفنا العربية من بره. هنفتح الصالون وهنشوف شكل الصالون وهنشوف الشنطة وهنفتح الموتور بتاعها ونعرف كل حاجة عنها بعد ما عرفنا كل حاجة عن العربية. العربية مزودة بطارة مالتي، هنشوفها طبعا لما نروح نقعد على كرسي السواق. عندي العربية مزودة بكاسة سي دي، في تيس زي ما احنا قلنا اوتوماتيك 4 سرعات. الكراسي بتاعتها جميله قوي، رياضيه ومريحه بمنظر شيك قوي. اللون الاسود المنغبش باللون الابيض الخفيف دون او الفضي، هنحاول ان احنا نوضحه معانا في التصوير، يا رب يكون واضح معانا. مخدع للسواق. عندي العربيه مزوده بسماعات اماميه، اماكن تخزين في الجيب بتاع الباب، ازاز كهرباء طبعا. العربيه مطعمه بباكيت سيلفر في وسط الباب الاسود هو والاوكر، بيديه منظر جميل. اساسيات العربيه هنحاول نوضحها معانا. قلنا العربيه معانا فابريكا بره وجوه، ما عدا بعض الاجزاء مرشوشه للتجميل بفضل الله، والمعاينه اساس البيع. احنا بنشوف مبدئيا كده شكل العربيه من بره. العربيه مزوده باشارات مرايات. قلنا فتحه سقف. مساحة الصالون مساحة كويسة قوي. المساحة مش ضيقة. مخادع رأس أمامية. شكل التابلو من الخلف من الكنبة خلفية زي ما احنا قلنا. العربية فيها فتحة سقف. عندي العربية على قد ما هي 2017 بس بفضل الله بحالة الزيرو، يعني مش هقدر أقول زيرو لأن هي عربية برضو عاملة كيلومتر ومستخدمة، بس الحاله كويسه جدا. وطبعا زي ما بقول كده المعاينه اساس البيع. اساسيات العربيه زي ما احنا شايفين بنحاول نوضحها معانا. لو نسينا ناخد بصه سريعه عن الباب الامامي. شكل المقصوره بتاعتها شيك قوي. العربية مزودة بسنسور بارك خلفي. هنفتح الشنطة ونشوف مساحة الشنطة. عندي مساحة الشنطة مساحة كويسة جدا، بتستوعب حوالي 389 لتر. أساسيات العربية زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله فابريكا. وعندي الاستيب جديد ما استخدمش لسه، ما نزلش الارض، باين حتى عليه الخطوط بتاعته. عندي باب الشنطه مزود بموكيت او عازل، والجناب بتاعت العربيه الجنب اليمين والجنب الشمال. زي ما احنا قلنا العربيه كانت عندنا النهارده 1600 سي سي اكسنت ار بي. الخلفيه او الظهريه بتاعت الصالون مزوده بفانوس ستوب.
نفس اللي كان في الباب اليمين هو نفس اللي في الباب الشمال. برضه سماعات اماميه وخلفيه واماكن تخزين للكان او ازايز الميه. والباب بتاعها بباكيت سيلفر زي ما احنا شايفين كده. ده صالون الفابريكا مش كسوه. اساسيات العربيه عندي بفضل الله. حاله العربيه هي اساسا بتتكلم عن حالتها. العربيه بفابريكا قلنا بره وجوه ما عدا بعض الاجزاء الخارجيه. هندور العربيه ونشوف شكل عداداتها ونشوف العربيه عامله قد ايه كيلومتر. العربيه عامله 121,000 كيلو بالظبط، بس مش باين عليها الكيلومتر خالص، لا على العربيه ولا على الطاره. الطاره بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين حاله الطاره ما شاء الله بتشوك. قلنا عندنا الطاره مالتي، تحكم في الصوت، تحكم في الراديو. عندي سي دي، شكل التكييف والتحكم في درجه الحراره والتوزيع. عندي مخرج 12 فولت. عندي صباع الولاعه، في جيب هنا، في اماكن للكاد، في جيوب كتير في العربيه. عندي مخدع للسائق، التحكم في فتح وقفل فتحه السقف. العربيه بحاله الزيرو بسم الله ما شاء الله. مش هنطول عليكم وهنفتح اوضه الموتور. شفنا العربيه من جوه وشفنا العربيه من بره. هنفتح ونشوف اوضه الموتور وشكل الموتور. قلنا العربيه النهارده كانت معانا 1600 سي سي 4 سلندر بكيس 4 سرعات. بحاول اوضح معاك حاله الكبوت وحاله العربيه من جوه. مبدئيا بتشوف العربيه في الفيديو، عجبتك بتشرفني بالاتصال، بتشرفني بالزياره، بتشرف بيكم، بكبر معاكم. يا رب اكون بوصل لكم المعلومه كامله والمشاهده زي ما انتم عايزين. عندي بفضل الله الموتور زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي تسريب زيت، ما فيش اي خرران للزيت، خرران ميه. العربيه بحاله كويسه جدا بفضل الله. حاله الكاوتش كويسه، حاله البودي كويس، حاله الصالون كويس. اتفرجنا على شكل العربيه من بره، اتفرجنا على صالونها، اتفرجنا على اوضه الموتور بتاعتها والشنطه. يا رب نكون ما نطولناش عليكم او وصلنا لكم المعلومه زي ما انتم عايزين. بنكبر بيكم وبنكبر معاكم، بنتشرف بيكم، ويا رب نكون وصلنا الرساله كما ينبغي. وان شاء الله انتظرونا في القريب العاجل بفيديو تاني بعربيه تانيه بتصوير وتوضيح وتعليق احسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.